بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعنا لا نبدأ بسؤال، بل باعتراف صادق. كلنا نستسلم أسرع مما ينبغي، ليس لأننا ضعفاء، بل لأننا تعبنا من المحاولة بصمت. نستسلم حين لا يصفق لنا أحد، حين نمشي طويلا ولا نرى علامة تدل أننا اقتربنا، حين نبذل جهدا حقيقيا ثم لا يحدث شيء يذكر. نحن لا ننهار من التعب، ننهار من الانتظار دون طمأنة. تعودنا أن نربط الاستمرار بالنتائج، فإذا تأخرت النتائج شككنا في أنفسنا. نسينا أن بعض الطرق لا تكافئك في المنتصف، بل تفاجئك في النهاية. نستسلم لأننا لم نتعلم كيف نكون غرباء في مرحلة لا شيء، تلك المرحلة التي لا نجاح فيها، ولا فشل واضح، ولا تصفيق، ولا حتى خسارة تبكي، فقط صبر ثقيل وأيام متشابهة. وهنا يسقط الكثيرون. نستسلم لأننا صدقنا كذبة منتشرة، أن القوي لا يتعب، وأن الواثق لا يتردد، وأن الناجح لم يمر بلحظات قال فيها كفى. لكن الحقيقة، كل من وصل مر بلحظة كاد أن ينسحب فيها، الفرق الوحيد أنه لم ينسحب. نستسلم لأننا نقارن كواليسنا بمنصات غيرنا، نقارن قلقنا بإنجازاتهم، وبداياتنا بنهاياتهم، ثم نحكم على أنفسنا بالفشل دون محاكمة عادلة. نستسلم لأننا نحمل أكثر مما نظهر، ونجيد الصمت أكثر مما ينبغي، ونعتقد أن الشكوى ضعف، فنتكسر من الداخل بهدوء. لكن اسمع هذه الحقيقة جيداً: الاستسلام السريع لا يعني أن الطريق خطأ، أحياناً يعني فقط أنك اقتربت من الاختبار الحقيقي. فالطريق قبل الانفراج يكون أثقل، والظلام قبل الفجر يكون أعمق، والأثر قبل الاكتمال يكون غير مرئي. ولو كان النجاح سهلاً لما كان له طعم، ولو كان الصبر بسيطاً لما كان له أجر. فإن وجدت نفسك اليوم على وشك التوقف، لا تسأل لماذا لم أصل، بل اسأل كم مرة نهضت رغم أن أحدا لم يرني. وإن شعرت أن طاقتك تنفد، تذكر أن الله لا يضيع تعبا، ولا ينسى دمعه، ولا يتجاهل نية صادقة. قد لا ترى الثمرة الآن، لكن الجذور تعمل بصمت. وفي الختام، إن تعبت فاسترح، لكن لا تنسحب. وإن تأخرت فاطمئن، فبعض الخيرات لا تأتي إلا متأخرة لتكون أعظم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.